تعرض العديد من العلماء المسلمين في علوم مختلفة لعمليات اغتيال بأشكال مختلفة، بالخنق والحرق والقتل بالرصاص وبالقنابل اللاصقة والمغناطيسية والتفجيرات عن بعد، إضافة إلى حوادث المرور المفتعلة. أبرز الشخصيات التي لقيت حتفها بتلك الأشكال ووجهت أصابع الاتهام في الاغتيالات للموساد الإسرائيلي في أغلب الحالات: سمير نجيب، عالم ذرة مصري، أستاذ في جامعة ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية. اغتيل سمير نجيب عام 1967 عندما قرر العودة إلى بلده مصر بعد حرب 1967 بين مصر وإسرائيل. وفي ليلة سفره وأثناء قيادته للسيارة اصطدمت شاحنة كبيرة بها فتحطمت وألقي مصرعه على الفور، وانطلقت سيارة النقل بسائقها واختفت. وقيدت الحادثة ضد مجهول. ريمال حسن ريمال، عالم لبناني، ولد في عام 1951 ومات في عام 1991 في مختبر للأبحاث في فرنسا، وما زالت وفاته لغزا محيرا. فمجلة لوبوان الفرنسية وصفته بأنه أحد أهم علماء العصر في مجال الفيزياء، ولم تشير المواقع الإخبارية إلى أن ريمال تعرض للتهديد أو حاول الفرار إلى بلده الأصلي، كما لم توجد آثار عضوية على جثته. نبيل فليفل، عالم فلسطيني من مخيم الأمعري بالضفة الغربية، درس الطبيعة النووية ولم يتجاوز 30 سنة من عمره. رفض كل العروض التي أنهالت عليه للعمل في الخارج، وفجأة اختفى، ثم عثر على جثته في منطقة بيت عور غرب رام الله يوم 28 إبريل عام 1984، ولم تقم السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في مقتله. إبراهيم الظاهر، عالم ذرة عراقي، حصل على الدكتوراه في هذا الاختصاص من أحد الجامعات الكندية. عاد إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، واشتغل أستاذ بجامعة ديالي، وكان عضوا في المجلس البلدي للمحافظة. ويوم 22 ديسمبر كانون الأول عام 2004 بمدينة بعقوبية أطلق عليهم مسلحون الرصاص، وكانوا داخل سيارة أجرة، فسقطت سيارته في نهر سارية، ولما أخرجه الناس من النهر وجدوه فارقا للحياة. جاسم الذهبي، بروفيسور وعميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد، اغتيل هو وزوجته وابنه في مدخل الكلية في نوفمبر الثاني 2006، حيث أطلق قتل محترفون الرصاص عليه فأردوه قتيلا، وقيد الحادث ضد مجهول. مسعود محمدي، عالم إيراني متخصص في فيزياء الجسيمات وفي فيزياء الرياضية، ولد عام 1960. واغتيل مسعود محمدي في ديسمبر كانون الأول عام 2010 بانفجار استهدفه عندما كان خارجا من منزله للذهاب إلى الجامعة في العاصمة طهران. اتهمت إيران الولايات المتحدة الأمريكية بالمسؤولية عن الحادث، بينما نفت وزارة الخارجية الأمريكية الاتهامات الإيرانية، وكعادتها لم تنفي ولم تؤكد إسرائيل التهمة. وألقي الأمن الإيراني القبض على منفذ الاغتيال، وهو ملاكم إيراني يدعى مجيد جمالي فيشي، واعترف بتنفيذ الاغتيال لحساب الموساد الإسرائيلي مقابل 120 ألف دولار، لكن نهايته كانت الإعدام. مجيد شهرياري، عالم نووي إيراني، ولد عام 1966، قام بدور أساسي في إدارة برامج إيران النووية جنبا إلى جنب مع العالم الآخر فريدون عباسي. تم اغتياله في نفس اليوم وبنفس الطريقة، حيث قام دراج ملثم بوضع قنبلة لاصقة على سيارته والتي انفجرت وأردته قتيلا يوم 29 نوفمبر تشرين الثاني عام 2010. واتهمت السلطات الإيرانية الموساد بعملية الاغتيال، لكن لم يتم التعرف على الدراجين الاثنين الملثمين. مصطفى أحمد روشن، أحد علماء النوويين الإيرانيين، ولد عام 1979، اغتيل في يناير 2012 بنفس طريقة شهرياري، إذ قام دراج بإلصاق قنبلة في سيارة الهدف لتنفجر في السيارة ويقتل روشن وسائقه. وجاء اغتياله بعد يوم واحد فقط من إعلان قائد الجيش الإسرائيلي الجنرال بيني غانتيز لجنة برلمانية إسرائيلية من أن سنة 2012 ستكون سنة حاسمة بالنسبة للإيرانيين، وذلك بسبب الأمور التي تحدث لها بدون سبب طبيعي. مصطفى مشرفة، عالم مصري، ولد في 11 يوليو عام 1889 في حي المظلوم بمدينة دمياط. ألف عدة كتب في الميكانيكا العلمية والنظرية والهندسة الوصفية والمستوية والفراغية والذرة والقنابل الذرية، وكان من القلة الذي عرف سر تفتيت الذرة وحارب استخدامها في الحروب، مثلما رفض تطوير أبحاث صنع القنبلة الهيدروجينية بعد ما ألم بتقنيات استخدام الهيدروجين في تصنيع قنبلة مدمرة. توفي مصطفى مشرفة يوم 15 يناير كانون الثاني عام 1950.
في آثر أزمة قلبية، وهناك شك في كيفية وفاته، إذ يعتقد أنه مات مسموما، ويعتقد أنها إحدى عمليات جهاز الموساد الإسرائيلي. ولكن كتاب الدكتور علي مصطفى مشرفة ثروة خسرها العالم من تأليف شقيقه الدكتور عطية مشرفة